وارك جديد كانت بدأ هذه المرة وهو ارك مهمة انقاذ مايكي. المهم تاكاميتشي بيبص على الساعة كده وبيتصدم لانه طبعا على العادة بتاعته بيتأخر على المدرسة، بيلبس لبس وبياخد شنطته وبيطير على المدرسة، ولكن وهو في الطريق بيقول ماذا حدث؟ معقول قدرت اسافر بالزمن؟ ولكن المرة دي ما رجعتش بالزمن قبل 12 سنة ورا، ده انا رجعت قبل 5 سنين بس، وتحديدا ايام ما كنت في الثانوية. المهم بيوصل المدرسة واصحابه بيستقبلوه، بيقولوا له صباح الخير يا عم تاكاميتشي، ده انت اول مرة في حياتك تيجي بدري، ايه يا عم في حاجة معاك ولا ايه؟ اصل انت على طول بتيجي متأخر. وعارفين دول مين يا جماعة؟ ايوه ده هم ياماغيشي وماكوتو تاكويا، دول برضو كانوا اصحابه في الثانوي. المهم كمان واحد من صحابه بيقول ازيك يا عم تاكاميتشي، خلصت الاختبارات النهائية بتاعتك ولا لسه؟ وعارفين ده مين التاني يا جماعة اللي بيكلمه ده؟ ايوه ده هو هاكاي. تاكاميتشي بيرد على هاكاي وبيقول له انا يوم ما كنت بمتحن في الاختبارات النهائية اول بس ما قعدت على الكورس على طول نعنست ونمت. هاكاي بيكلم تاكاميتشي وبيقول له طول عمرك يالا فاشل، فدي مش جديدة علينا يعني يا عم تاكاميتشي. ولكن سرعان ما هاكاي بيلاقي تاكاميتشي بينظر اليه نظرات غريبة، فبيقول له مالك يالا تاكاميتشي في حاجة ولا ايه؟ تاكاميتشي بيرد عليه وبيقول انت كبرت شوية، هو انتوا يا جدعان مش لسه كنتوا صغيرين من كام يوم؟ ولكن سرعان ما بيسأل على تشيفيو بيجري بسرعة وبيدور عليه في كل مكان في المدرسة، ده بيفتح باب كل الفصول لحد طبعا ما بيلقاه. اول ما بيبص عليه كده حرفيا بيتصدم، بيقول له ده معقول انت يا تشيفيو؟ تشيفيو بيكلم تاكاميتشي بيقول له مالك يا عم صوتك عالي ليه؟ تاكاميتشي بيقول انت كويس يا تشيفيو ولا حصل لك حاجة؟ وتاكاميتشي اول ما بيشوف تشيفيو بينهار من البكاء، بيقول انا قدرت اسلم على مايكل كين وارجع بالمستقبل. تشيفيو بيرد عليه وبيقول له اللي انت بتقوله ده اكيد طبعا قله نوم، روح نام شويه يا عم وتعالى كلمني. ولكن سرعان ما بيقول له استنى بس لحظه، متاكد يا ابني انك انت تاكاميتشي من المستقبل؟ تاكاميتشي بيقول له ايوه انا. تشيفيو بيقول له بس انت ليه جيت من المستقبل؟ هو في حاجه حصلت ولا ايه؟ تاكاميتشي بيقول انا مش متذكر اي حاجه، بس كل اللي انا متذكره ان انا قلت ببوج ان انا هنقذه، وطبعا مش بيذكر اسمه هينقذ مين. المهم بنروح لمكان تاني حيث تواجد فيه كوكونو هاجيمي، بيقول له ما تنساش يالا مين اللي علمك، فما فيش اي عصابه غيرنا احنا في طوكيو، احنا حرفيا اقوى عصابه فيها، وده يا جماعه في عصابه مانجي كانتو، يا له من منظر قاسي للغايه. بيقولوا كمان لو انت ناسي الزعيم بتاعنا الذي لا يقهر فانا احب افكرك بيه، واللي بيقولوا كده يا جماعه يبقى هو سانزو هاروتشو، وده كمان من عصابه مانجي كانتو، وبيتكلم طبعا عن سانو مانجيرو. ده العصابه كلها يا جماعه مصدومين مش مصدقين ان مايكي كين قدر يعمل ده كله، ده حرفيا قدر يخلص على اكثر من 50 عضو من اعضاء العصابه. المهم مايكي اول ما بيفتح عينه كده بيقول اخيرا جيت على وش الدنيا، ولكن سرعان ما بيذكر اسم تاكاميتشي، ده شكل فيه ان في الموضوع لسه برضه مش عارفين هو ايه اللي بيحصل ده. ودول كلهم طبعا اعضاء عصابات مختلفه انهم يتجولون في كل مكان في انحاء طوكيو. وبنروح لتاكاميتشي وتشيفيو في المدرسه، تشيفيو بيكلم تاكاميتشي وبيقول له انت رجعت بالزمن 12 سنه ورا ولا كام؟ بيقول له لا يا عم والله ده انا قدرت اقفز بالزمن 10 سنين بس، وده طبعا اقل بسنتين من المعتاد. تشيفيو بيرد عليه وبيقول له بس الرجوع بالزمن مش هيكون هين، اكيد طبعا دي حاجه صعبه، ولكن هل الرجوع بالزمن وتغيير الاحداث فيه ليه عواقب على المستقبل؟ تاكاميتشي بيكلم تشيفيو بيقول له كلامك صح، ولكن هو مايكي كين بيعمل ايه دلوقتي؟ المهم بيخش فصل وبيحضر الحصه الاولى، بيلاقي المدرس قدامه بيقول له انت يا تاكاميتشي عندك فضول في عالم الجانحين، وده طبعا امر نادر للغايه. هو طبعا يا جماعه مش مدرس ولكنه هيشرح له الحكايه كلها. بيقول له بص يا عم تاكاميتشي، مضى عامان على حل عصابه مانج طوكيو، وموازين القوه في طوكيو تغيرت بشكل جذري، خصوصا بعد الحل الصادم للعصابه الخالده تومان، واصبح عالم جانحي طوكيو في فوضى. ولكن ثم عصابات جديده قد ظهرت اخيرا، ده كل واحده من العصابه دي اقوى من الثاني، وحرفيا طوكيو اصبحت حربا اهليه، دي بقت فوضى يا جماعه. والمعارك دي كلها سميت لاحقا بحقبه العصابات المتحاربه في طوكيو. تاكاميتشي بيستغرب اول ما بيسمع اسم العصابات المتحاربه، بيرد عليه وبيقول له ايوه يا عم، ففي الفتره اللي فاتت 3 اشخاص بكاريزما عاليه انهوا الفوضى دي. تاكاميتشي حرفيا بيتصدم، بيقول له 3 اشخاص انت متاكد ولا ايه؟ قال له ايوه يا عم زي ما بقول لك كده. ففي البدايه لدينا الشخص صاحب القوه والتاثير، ده هو المثل الاعلى لعصابه توكهاري تانداي، واللي بالمناسبه اسمه ساوزي تيرانو. وكمان في الشخص اللي كون افضل عصابه في الخفاء، ودي هي زعيمه عصابه برهمان سينجي وكاواراشي. وفي الخاتمه طبعا لدينا العصابه المنيعه التي تسيدت حي شيبويا، ودي اسمها عصابه مانجي كانتو، وزعيمها الملقب بسانو مانجيرو. وبهؤلاء ال3 عصابات قدرنا نحقق التوازن في طوكيو ويدعون هذه الحقبه باسم العظام الثلاثه. تاكاميتشي بيقول معقوله في 2 في مستوى مايكي كين في القوه؟ بيقول له ايوه يا عم، فلعلمك يعني سينجي وكاوراجي قوتها في حته تاني خالص وما يستهانش بيها. ولكن هو اللي بيحصل في عصابه مانجي كانتو؟ ليه تم حل تومان؟ واذا كان سيتم انشاء عصابه جديده
فانا اقدر اعمل ايه بخصوص الموضوع ده؟ ولكن بيتذكر كلام مايكي كين في الماضي لما قال له ما تورطش نفسك في حاجه يا تاكاميتشي، فانا سعيد باللي انا بعمله، ولهذا السبب تم تاسيس العصابه الجديده. شيفيو بيكلم تاكاميتشي وبيقول له مالك يا عم مصدوم كده ليه؟ باين من شكلك كده كانك في عالم تاني خالص. تاكاميتشي بيقول له لا يا عم والله كله تمام. فشيفيو بيرد عليه وبيقول له اكيد طبعا بتفكر في مايكي كين. تاكاميتشي بيقول له ايوه بس احنا كمان ما ينفعش نتصالح مع حد دلوقتي. واول ما بيقول كلمه التصالح بيفتكر على طول هنا، بيروح لها وبيتوسل لها ان هي تسامحه، بيقول لها انا اسف على كل اللي عملته. هنا بتقول له مالك يا عم تاكاميتشي في ايه؟ انا مش عارف اي حاجه. بيقول لها انا جهزت كل حاجه لحفل الزفاف بتاعنا. هنا بتقول له اللي انت بتقوله ده يا عم انت شارب حاجه طيب ولا ايه؟ ولكنها كمان بتعرف ان تاكاميتشي جاي من المستقبل. اوبا ده شكل الدنيا هتولع. تاكاميتشي بياخد هناتشان وبيطلع مع بعضهم على السطح. بيقول لها والله في البدايه كل حاجه كانت متفل و14 ولكن في نهايه المطاف انا اتغدر بيا. ده اكيد طبعا مش هينتهي الامر الا لما انقذه. وهو بيقصد بالكلام صديقنا مايكي كين. هنا بيتكلم تاكاميتشي وبيقول له بس انت على فكره اخترت اختيار خاطئ وانتهى بك المطاف الى مسار سيء اخر، ولكن اللي حصل ده لو اتكرر مره اخرى فانا طبعا هكون جنبك وهدف معاك. تاكاميتشي بيشكر هنا وبيقول لها شكرا على الاخلاص بتاعك، فانا وانت برضه واحد، وبياخد وعد على نفسه انه هيهزم سانو من جيرو. ولكن ازاي هيقدر يتغلب عليه يا جماعه؟ ده مايكي كين برضه. تاكاميتشي بالفعل قعد 10 سنين للماضي وده كله طبعا عشان ينقذ مايكي كين. شيفيو بيكلم تاكاميتشي وبيقول انت مغفل يا صاحبي، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عم مش هيجيب ولا هيودي. بيقول له بس انا بتكلم بجد يا عم شيفيو. شيفيو بيقول له طيب يا عم لو انت فعلا كلامك صح وعايز تعمل كده فانت لازم تجمعنا من الاول وجديد. قال له فعلا انت عندك حق بس ازاي هقدر اجمعكم؟ فمن الواضح ان عصابه طوكيو مانجي لم تعد موجوده. شيفيو بيكلم تاكاميتشي وبيقول له احنا برضه محتاجين القوه لمواجهه عصابه مانجي كانتو. المهم هوكاي كان بيمشي وراهم وبيسمع بعض الكلمات من اللي هم بيقولوها. بيقول لهم سلام عليكم يا رجاله، هو في حاجه ولا ايه؟ فانا سامعكم بتقولوا كلام غريب شويه، انتوا بتقصدوا ايه بكلامكم ده انكم هتجمعونا من الاول؟ تاكاميتشي بيرد على هوكاي وبيقول له لا والله ما فيش اي حاجه، فانت عارف برضه انا وشيفيو ناس مجانين ما يتخدش عليهم. وبالفعل بعد ما هوكاي ما بيمشي تاكاميتشي بيكلم شيفيو وبيقول له انا ما اقدرش اكلم هوكاي واقول له على كل اللي بيحصل، وده طبعا لانه هيعرض الخطه بتاعتنا للخطر. المهم هوكاي بيكلمهم وبيقول لهم لو انتوا فاضيين شويه فتعالوا معايا في مكان لازم اوريه لكم. تاكاميتشي بيقول له رغم ان انا مش فاضي ولكني هاجي معاك وهشوف المكان ده. المهم هوكاي بياخد تاكاميتشي وشيفيو بيروح لمكان غامض. ايوه يا جماعه ده هو الياكوزا، وده هو مصطلح يطلق على المنظمات الاجراميه في اليابان. المهم زعيم الياكوزا بيقول له مره وقت طويل من اخر مره شفتك فيها يا عم تاكاميتشي. تاكاميتشي بيبص عليه وبيتصدم. عارفين ده يبقى مين يا جماعه؟ ايوه ده هو هيشيدا هاروكي، وكمان بيلاقي شخص ثاني قاعد جنبه، ولكن تاكاميتشي اول ما بيبص عليه كده بيفرح خالص. وايوه يا جماعه اللي قاعد جنبه ده يبقى هو بات شينكين. تاكاميتشي بيقول له معقول يا عم اطلقوا سراحك من السجن ولا ايه؟ فانت كنت محبوس يا جدع. رد عليه بات شين وبيقول له ايه النكته الحلوه اللي انت بتقولها دي يا عم تاكاميتشي؟ بص يا ابني والله لو انت مجنون روح شوف لك اي مستشفى تعالجك، اللي انت بتقوله ده يا عم اخبار قديمه حصلت من سنين ورا. تاكاميتشي بيقول له ايوه يا عم انا ما كنتش اقصد، فانت عارف برضه ان انا على طول بنسى. وبالصدفه كمان تاكاميتشي بيلاقي تاكاتشان بيقول له اخبارك يا تاكاميتشي، لو انت بتدور على غرفه فاضيه تقعد فيها فباذن الله طلبك ده هتلاقيه عندنا. واللي بيقول له كده يا جماعه يبقى هو بياكين. المهم هوكاي بيكلم باتشين وبيقول له لو انت بتدور على غرفه فاضيه ولا حاجه فما فيش مشكله عندي لك يابا غرفه انما ايه تحفه. باتشين بيرد عليه وبيقول انا فعلا كنت عايز غرفه للترفيه. تاكاميتشي يا جماعه بيتصدم من الاثنين دول، ودول هم طبعا هوكاي وميتسويا، وده طبعا لانهم مش بيتوافقوا مع بعض نهائي. ده يعني ايام ما كان تاكاميتشي في المستقبل وكده. وسرعان ما تاكاميتشي بيكتشف السبب في ان باتشين وبيهيان بيدور شركه عقارات في المستقبل. يعني يا باشا فزي ما انت شايف كده هم بيأجروا الغرف لكل الناس. كمان ميتسويا بيكلم بيهيان وبيقول له ممكن كمان تدور على غرفه ليانا، فالعيش مع يوزاها متعب للغايه فهي تستمر في ازعاجي. قال له بس كده يا باشا عينيا ليك، الشخص غالي والطلب رخيص. كمان شيفيو بيقول له وريني كده الغرفه اللي انت هتديها له، فدول كمان بيبحثوا عن غرفه للايجار. المهم تاكاميتشي بيتصدم ان الجميع كبر فجاه كده. شيفيو بيكلم تاكاميتشي بيقول له تعالى بص يا عم كده على الاوضه الحلوه دي. ميتسويا بيكلم بيهيان وبيقول له بس دي سعرها غالي جدا، ولكن سرعان ما صاحبه بيرد على ميتسويا وبيقول له ده انت ابوك وامك غني يا ابني، انت مستخسر السعر ده في الغرفه دي. كمان بقى شينكن بيدور على غرفه للايجار. هيشيدا بيقول له ايه رايك يابا في الغرفه دي؟ فانا شايف ان هي مناسبه جدا ليك وللترفيه، ولكنها طبعا مش مناسبه للعمل. وسرعان ما
بيجامل باتشين في السعر بتاع الغرفه. المهم شيفيو بيكلم تاكيميتشي وبيقول له ايه رايك تضمهم للخطه بتاعتك، فاذا كان هؤلاء الرفاق في الخطه بتاعتك فستكون لدينا قوه مذهله. تاكيميتشي بيبص عليهم وبيلاقيهم بيتشاجروا مع بعض، ولكن بيرد على شيفيو وبيقول احنا فعلا هنعمل كده ولكن مش دلوقتي، كل حاجه وليها وقتها يابا. هوكاي بيكلم تاكيميتشي وبيقول له ده في كمان 2 رائعين. تاكيميتشي بيرد عليه وبيقول انت بتقصد ايه بكلامك ده؟ قال له يا عم ما انت عارفهم هم مين، عامه فهم ناس على طول بيتقدمونا للامام وانا لازم احصلهم. تاكيميتشي بيرد عليه وبيقول له بس انت كويس جدا يا عم هوكاي، وانا طبعا متاكد انك انت هتبقى شخص غني جدا في المستقبل. المهم هوكاي بيكلم تاكيميتشي بيقول له بس انت متاكد ازاي بالطريقه دي؟ بيقول له يابا عليك ده انا بقدر اتنبأ بالمستقبل، ولا اقول لك قصدي طبعا ان هو ده الاحساس بتاعي يعني، ده اللي جوايا يا عم هوكاي. وبعدها بينتهي اليوم وتاكيميتشي وشيفيو بيودعوا هوكاي. شيفيو بيكلم تاكيميتشي وبيقول له انت ليه مش راضي تقول لهم عن الخطه بتاعتك؟ فاعتقد ان دي كانت فرصه جيده، وده طبعا لان كل اللي انت عاوزهم حرفيا موجودين في مكان واحد. تاكيميتشي بيقول انا ما اقدرش اورطهم كلهم من دلوقتي، وده طبعا لان كل واحد في المستقبل سيكون لديه حياته الخاصه، فهم برضه عندهم خطط لازم يهتموا بيها. شيفيو بيقول له ها فهمت، ايه رايك كمان نضم ناس ثانيه؟ ولكن سرعان ما شيفيو بيديله مكالمه هاتف وبيقول له استاذن انا يا عم تاكيميتشي، فانت عارف برضه ان انا شغال عمل جزئي. وبالفعل شيفيو بيودع تاكيميتشي وبيقول له سلام. تاكيميتشي بيبص على شيفيو وبيلاقيه داخل متجر الحيوانات الاليفه، وبيعتذر طبعا للمدير اللي كان هناك، وده طبعا لانه تاخر 5 دقائق عن الوقت بتاعه. ولكن الصدمه هنا بعد 10 سنين من الان شيفيو سيكون مالك لمتجر الحيوانات الاليفه، وبالفعل مستحيل تورطهم الان في القتال. ده شيفيو لسه عنده حلم لازم يحققه، وكمان ميتسويا. المهم هيشيدي بيكلم السكرتير بتاعه بيقول له يا راجل ده ميتسويا صعب جدا ان انا ارضيه. كمان تاكيميتشي هو بيجري وبيروح على البيت بيقول ان جميع من في تومان لديهم اهدافهم الخاصه، وطبعا هنا معاهم. وفي ذلك اليوم عندما حلت تومان لقد اخبرت مايكي عن المستقبل الذي مات فيه الجميع، واقسمت لي ان انا هحميهم جميعا. والان وبعد 2 هذا هو المستقبل الذي اقسم مايكي كين بحمايته. ولكن سرعان ما بيتوقف عن الجري وبيقول فانا برضه ما اقدرش اورطهم في القتال ده دلوقتي، انا لازم اعمل ده كله بمفردي، ولكنه لسه لا يمتلك اي دليل واحد على ذلك. المهم الموبايل بتاع تاكيميتشي بيرن، واول ما بيمسك الموبايل كده وبيشوف الاسم مين حرفيا بيتصدم. ايوه يا جماعه ده هو دراكن اللي بيرن عليه. دراكن بيكلم تاكيميتشي بيقول انت فاضي نقعد مع بعض شويه ولا ايه؟ فانا عايزك في حاجه مهمه يا عم تاكيميتشي. تاكيميتشي بيقول له ايوه يا عم انا فاضي. تاكيميتشي بعد ما بيلتقي بدراكن بيقول له مضى وقت طويل منذ اخر مره شفتك فيها. دراكن بيقول له ايوه يا عم، فزي ما انت شايف الشغلانه بتاعتي، فانا اخيرا انتهيت من اصلاح الجي بي 250 وده نوع من انواع الدراجات الناريه. تاكيميتشي بيقول له ايوه بس انت اتاخرت جدا من ما صلحت الدراجه دي. قال له للاسف الاجزاء اللي انا طلبتها وصلت متاخر، وده طبعا لان معظمها حاجات مستورده. تاكيميتشي بيقول له تمام، طب انت حصلت على الاجزاء دي كلها منين؟ ولكن الصدمه هنا دراكن بيقول انا حصلت على الاجزاء دي من مايكي كين، صدمه بكل المقاييس. تاكيميتشي حرفيا مصدوم من الكلام اللي بيسمعه من دراكن، فدراكن بيقول له ما تتصدمش يا عم، تعالى بس نجرب الدراجه دي. فبيقرر يخلي تاكيميتشي هو اللي يسوق، وطبعا دراكن راكب وراه. تاكيميتشي بيكلم دراكن وهم في الطريق وبيقول انا قدرت ارجع بالمستقبل، ولكن الشخص الوحيد اللي ساعدني يكون هو مايكي كين، علشان كده حان الوقت ان انا ارد له الجميل بتاعه واساعده، ولكن برضه لسه مش عارف اعملها ازاي دي. كمان دراكن بيكلم تاكيميتشي وبيقول له بس احنا ما عندناش اي حاجه نقدر نعملها لمايكي كين، ففي الاول والاخر انت عارف ان هو دماغه ناشفه. تاكيميتشي بيقول انت بتقصد ايه بكلامك ده؟ دراكن بيقول انا ما اقدرش اقولها لك، ولكن نحن اعضاء تومان ناس طيبين، ومن الجهه الاخرى مايكي يريد اتباع المسار المعاكس، علشان كده هو تركنا جميعا. وكمان دراكن بينصح تاكيميتشي وبيقول له سيب مايكي كين في حاله وانت ما تتدخلش، فهو لم يعد الشخص ذاته كما كان في تومان. تاكيميتشي بياخد دراكن على كد عقله وبيقول له تمام فهمت. كمان دراكن بيقول له لو انت تاكيميتشي حاربت مايكي كين فهو مش هيتردد ولا يفكر حتى مرتين قبل ما يقتلك، ده هو حرفيا كل اللي هيعمله ان هو هيقتلك. وبالفعل كلامه طلع صح، ففي الماضي فعلا مايكي كين كان عايز يقتل تاكيميتشي. المهم هم ماشيين على الطريق بالدراجه الناريه، بيجي من وراهم واحد كمان بالدراجه وبيقول لهم ابتعدوا عن طريقي، ودراكن هو بيبص عليه كده حرفيا بيتصدم، ده اينوب يا جماعه. ولكن ده مش اينوب لوحده بس، ده كمان مع ساوز على الموتوسيكل. ساوز بيمسك اينوب وبيرميه على تاكيميتشي. للدرجه دي يا ساوز انت غدار بالطريقه دي؟ يا لبشاعه هذا الموقف، للدرجه دي انت بتضحي باعضاء العصابه بتاعتك؟ تاكيميتشي بيكلم دراكن وبيقول له خلي بالك الواد اينوب هيجي عليك، ولكن سرعان ما تاكيميتشي بيفرمل الموتوسيكل، وطبعا بينزل بعدها على طول دراكن. ساوز بيقول لهم ايه رايكم نخلي الامور مثيره اكتر؟ تاكيميتشي بيكلم دراكن وبيقول له هو مين الراجل الغريب ده؟ دراكن بيقول له اسكت يا عم، ده هو ممثل عصابه روكهاري تانداي، وده هو تيرانو الجنوب، واللي طبعا ملقب بتيرانو ساوز. المهم تاكيميتشي بيبص حواليه وحرفيا بيتصدم، ده متحاصر يا جماعه من كل ناحيه من عصابه روكهاري، ده هناك الكثير منهم بينتظرون اوامر ساوز. ساوز بيروح لدراكن وبيقول له يا رب تكون شريكي، وده هو احد الملوك الثلاثه الذين هم بنفس مستوى مايكي. واخيرا كالظهر والعالم بدا بالتحرك،
وتاكيميتشي حرفيا لسه مصدوم، ده بيحاول يعد اعضاء العصابه اللي بيحاوطوه، ولكن انت بتعد ايه يا تاكيميتشي؟ العدد حرفيا غير محدود، دول هم يا جماعه عصابه روكهاري تانداي. المهم ساوزي بيكلم اينوبي وبيقول له انت كويس ولا ايه؟ حصل لك حاجه؟ يا راجل يعني بعد ما ترميه من الموتوسيكل عامل نفسك غلبان وبتسال عليه، يا لقسوه قلب تيرانو ساوزي. المهم دراكن بيكلم ساوزي بيقول له فانا موقفي ثابت ومهما طلبت من مرات يا ساوزي فانا مش هنضم لعصابه روكهاري تانداي. ده بالفعل يا جماعه ساوزي بيحاول يضم دراكن لعصابته، ولكن ده ساوزي ضخم خالص فوق ما انت متتخيل، ده حجمه كبير. دراكن كمان بيكلم ساوزي بيقول له انا اعتزلت يابا جو العصابات ده، علشان كده مش عايز ادخل نفسي في حوارات انا مش كدها. ساوزي بيقول له ازاي يعني اعتزلت؟ ولكن سرعان ما بيدي بوكس لدراكن بيفرتكوا حرفيا. ده شكل المعركه هتبدا ما بين دراكن ضد ساوزي، ده بيقدر يوقع دراكن على الارض وبيصيبه اصابات خطيره. ساوزي بيكلم دراكن وبيقول انا مش هسامحك لو انت اعتزلت، فانا في النهايه عايزك في العصابه بتاعتي، وكمان لو انت كلامك صح وفعلا اعتزلت فانت ليه كنت في عصابه مانجي طوكيو؟ انت فاكر ان العصابه دي هي قويه؟ عامه في عصابتي انا هي اقوى عصابه. المهم دراكن بيشتم ساوزي، وساوزي بيقول انت عليان الشتيمه دي، وسرعان هو مرتين ما بيخش في اشتباك مباشر. ده حرفيا يا جماعه ساوزي نزل هاتك يا دعك في دراكن، ده مش رحمه نهائي. ده دراكن بالفعل زهق من العصابات وقرر يعتزل القتال، فاللي بيحصل ده كله ظلم. حرفيا يا جماعه تيرانو ساوزي بيشبهوه بالوحش. كمان لسه بيكلم دراكن بيقول له تعالى معايا هننشئ عصابه سوا، ولو انت مش عايز تيجي غير لما اقضي على عصابه طوكيو مانجي فعنيا ليك، انا هخلص على مايكي كين وهقضي عليه. ايه يا عم ساوزي الحماس اللي فيك ده؟ يعني انت فاكر مايكي كين عيل صغير بيلعب معاك في الشارع ولا ايه؟ دراكن بيقول له بس انا اعتزلت وخلصت، انا مش هرجع لجو العصابات تاني، وكمان لو انت فاكر نفسك اقوى من مايكي كين ففوق يا بابا، الاقوى سيظل دائما الاقوى. ساوزي بيقول العالم اللي احنا فيه ده القوي بياكل الضعيف، وعامه يا دراكن فانت قدامك خيارين بس، لا اما تنضم لعصابته تكون تحتيه على طول في العصابه، لا اما هتموت هنا ودلوقتي. ساوزي بيكلم تاكيميتشي وبيقول له رايك في اللي انا بقوله ده؟ تاكيميتشي بيقول له كلامك مظبوط يا ريس، والله اللي انت عايز يا باشا انا معاك فيه. قال له مال وشك كده عامل نفسك بريء ليه؟ وكأن مالكش علاقه باللي بيحصل ده. عامه يا تاكيميتشي في اي حركه منك انت هتكون التالي. تاكيميتشي بيقول هو اللي بيحصل ده يعني انا قدرت اقفز بالزمن ولكني وقعت في ورطه، بس ازاي هقدر اطلع من المصيبه اللي انا فيها دي؟ ولكن سرعان واحد من عصابه روكهاري بيقع على الارض. تاكيميتشي بيقول هو اللي بيحصل ده الناس من حواليه بدات تقع. كمان واحد بيجي من وراه بيكلم ساوزي بيقول له ايه يالا يا ساوزي وطي صوتك شويه. عامه فانا جيت مخصوص عشان افسد المتعه بتاعتك، وده يا جماعه هو شخص من عصابه برهمان. بيقول له كمان ما تعملش نفسك زعيم المكان، فبص حواليك ده انا عصابتي كلها محوطاك يا جدع. والشخص ده يا جماعه اللي بيكلمه هو نائب قائد الجيل الاول من التنانين السود، واللي بالمناسبه اسمه تاكيومي اكاشي. وده كمان الشخص الثاني من حيث القوة في عصابة برهمان. تاكيميتشي بيتصدم لما بيشوف عصابة برهمان كمان موجودة، ده شكل هذا لا يبشر بالخير نهائي. اثنان من الثلاثة العظام هنا، وفي لحظة صار الموقف فوضى بين حكام طوكيو. هل هذه هي شرارة الحرب الكبرى؟ ده خلاص يا جماعة روكهاري وبرهمان على أعتاب الحرب. لقد اجتمعت عصابتان من عظام طوكيو الثلاثة، عصابة روكهاري تانداي ضد عصابة برهمان. ساوزي بيكلم عصابة برهمان وبيقول لهم ايه اللي جابكم هنا؟ فأظن إن مفيش أي حاجة هنا تخصكم. تاكيمو بيبص على السما كده وبيلاقيها بتمطر، بيقول انا دايما كل ما اجي هنا وبتمطر، فده المعنى ان الحظ بتاعي بيكون حلو. كمان تاكيمو بيكلم ساوزي وبيقول له انا ما جيتش عشانكم يا عصابه روكهاري. طيب يا عم امال انت جيت عشان مين؟ بيفاجئهم وبيفاجئنا كلنا وبيقول انا جيت عشان تاكيميتشي هانغاكي. صدمه بكل المقاييس. ده عصابة روكهاري يا جماعة بيتشابطوا على تاكيميتشي. تاكيمو بيكلم تاكيميتشي بيقول انا جيت هنا عشان اخدك. تاكيميتشي بيقول انت هتاخدني انا؟ طب ليه يا عم انا عملت لك ايه؟ رد عليه تاكيومي بيقول له من غير ما تعمل لي حاجة، فانا عايزك يا جدع. ولكن سرعان ما بيخش كاكوتشيو على الخط وبيقول له مش هسمح لك انك تاخد تاكيميتشي من هنا. وده كمان يا جماعة القائد الاعلى لعصابة روكهاري تانداي. تاكيميتشي كمان اول ما بيبص على كاكوتشيو حرفيا بيتصدم. كمان كاكوتشيو بيكلم تاكيومي بيقول انا مش هتنزل لك عن تاكيميتشي، فاعتقد بما انك انت بتتخانق عليه فهو الورقة الرابحة. تاكيومي بيكلم كاكوتشيو بيقول انت ليه في جناح ساوز؟ معقولة تكون معتقداتك اتغيرت بعد موت الملك بتاعك؟ كاكوتشيو قال له اسكت يا عم انا مش عايز اسمع منك اي كلام بخصوص الموضوع ده، ولا شكلك يا تاكيومي نسيت شنتشيرو سانو، فانتوا الاثنين برضه كنتوا بتحبوا السلام. وسرعان كمان ما بيخش عليهم على الخط كانجي ميتسوزوكي، وده الرابع من حيث القوة في عصابة روكهاري تانداي. هل بكده بنسكت؟ لا والله. وبعدها بيخش عليهم الخامس في عصابة روكهاري من حيث القوة شيون مدرامي. شيون مدرامي بيكلم العصابة وبيقول لها معكم زعيم الجيل التاسع للتنانين السود، وانا طبعا شيون
جون مدرام العظيم، وكمان بيخش عليهم اتنين من اخطر اعضاء العصابه. واحد بيكلم التاني وبيقول له ايه رايك نتدخل ولا لا؟ التاني بيقول له اكيد طبعا هنتدخل، فالحرب ستبدا حول هذا المكان. اوبا دول هم جماعه ران هيتاني وريندو هيتاني، ودول الثاني والثالث من حيث القوه عصابه روكاري تانداي. حرفيا تاكيميتشي لما بيشوفهم كده بيتصدم، دول هم افراد تنشيكو القدامى الجيل العنيف، وللاسف جميعهم مجتمعون هنا. عصابه روكاري تانداي يا جماعه دول مصيبه حرفيا، ولكن هل ستندلع حرب كبرى؟ لسه برضه مش عارفين هو ايه اللي بيحصل ده شمع اتنين من اقوى الاشخاص المتعطشين للدماء. المهم تاكيوما بيتريق على عصابه روكاري وبيقول لهم انتوا كلكم ضعاف، مفيش منكم فايده، انا كفيله بس بنفسي اخلص عليكم كلكم. وسرعان ما بيخش شخص غريب على الخط بيقول لهم مرحبا، ولكنه بيرمي الشمسيه على ساوز بالفعل بيقدر يتفادى الشمسيه بصعوبه، ولكن الشخص ده بيطير بسرعه على ساوز وبالفعل بيقدر يصيبه اصابات خطيره. بس هو مين الشخص ده اللي قدر يضرب ساوز؟ تاكيميتشي حرفيا مصدوم من اللي بيحصل ده. المهم الشخص ده بيكلم تاكيميتشي وبيقول له هات يا ابني المظله بتاعتي اللي واقعه تحتيك دي. تاكيميتشي بيقول له حاضر يا ريس والله، بس اهم حاجه ما تاذينيش. وبالفعل بياخد المظله وبيديها له، وده طبعا لان في الوقت ده المطره كانت شغاله وهي مش عاوزه تتبل ميه. ودي يا جماعه تبقى زعيمه عصابه برهمان سينجي وكاوراجي. واخيرا كظهر اثنين من اقوى الزعماء في طوكيو، والاثنين للاسف ضد بعضهم. دول هم ساوزي ضد سينجي بتكلم العصابه بتاعتها اللي هي عصابه تومان وبتقول لهم يلا بينا احنا هنخلص على عصابه روكاري هنا ودلوقتي. انه يقتحم المشهد وبيده المظله، فده شخص من الثلاثه العظام، وللاسف بيزداد الوضع تعقيدا اكتر ما هو متعقد. بعد ما بتخش سينجي على الخط تاكيميتشي حرفيا بيتصدم، مش مصدق ان دي تبقى زعيمه عصابه برهمان. ساوزي بيكلم سينجي وكاوراجي وبيقول لها دي كميه الفخامه والعظمه اللي فيك دي، انت فاكر انا هتوتر من الكام واحد اللي حواليك دول؟ لا يا ماما فوق لنفسك، ده انا ساوز. شيب المضربه بيكلم سينجي وبيقول لها انت بنت مغروره وفاكره نفسك قويه، عامه انا لو جيت لك كفيله بنفسي بس اخلص عليكي، وانت اصلا ما تستاهليش انك تكوني في مستوى الزعيم بتاعنا. تاكيميتشي بيسمع الكلام من مدرامه وحرفيا بيتصدم. سينجي بيتكلم مدرامه بتقول له هو انت مين اصلا عشان تقول لي كده؟ بيقول لها انا زعيم الجيل التاسع للتنانين السود. وسرعان ما بيجي واحد من وراه بيديله بوكس حرفيا بيفرتك وشه. ده ايه كميه الفخامه والعظمه دي؟ وعارفين ده مين يا جماعه؟ ايوه ده هو كيزو اراشي بيكلم مدرام وبيقول له انت شخص عار على التنانين السود، علشان كده لازم تموت وموتك هيكون على ايدي. حرفيا تاكيميتشي بيتصدم من كل اللي بيشوفه ده، هو مش مستوعب اصلا هو ايه اللي بيحصل. كمان بيقول هو كيزو اراشي قصدي بكلمه عار على التنانين السود، ودي يا جماعه يبقى بينكي كين من الجيل الاول. المهم بينكي بيكلم سينجي وبيقول لها هو احنا جينا ليه هنا؟ معقول هنتخانق زي كل مره؟ سينجي بتقول له لا يابا الحكايه غير كده خالص، احنا جينا هنا عشان خاطر تاكيميتشي هنغاكي، وعامه الباقي وكل اللي قدامك ده ما يفرقوش معانا. تاكيميتشي حرفيا بيتصدم من اللي بيسمعه ده، بيقول هم كلهم ليه بيتشابط عليا؟ طب هو انا عملت حاجه وانا مش عارف ولا ايه؟ بينكو ما بيبص على تاكيميتشي حرفيا بيترعب، ولكن سرعان ما كاكوتشي بيجي من ورا بينكو وحرفيا بيديله بوكس بيرجعه لورا 3 متر. دي ايه الحلاوه الجمدان دي يا كاكوتشي؟ كان فين يا عم الفخامه والعظمه دي كلها؟ تاكيميتشي برضه بيتصدم من الكاكوتشي عمله، ده قدر يا جماعه يسقط بينكي بلكمه واحده. والله يا جماعه اكتر حاجه بتضحكني في المانجا دي يكون هو تاكيميتشي، اي حاجه بتحصل من اللي حواليه بيتصدم وبس. كاكوتشي بيتكلم عصابه برهمان وبيقول لها لو تاكيميتشي عايز يرجع لعالم الجانحين فمكانه هيكون في عصابتنا احنا عصابه روكاري تانداي. وبيكلم تاكيميتشي وبيقول له صح ولا لا؟ تاكيميتشي بيقول له طبعا يا ريس، انا مع اي حد، اهم حاجه بس تسيبوني في حالي. تاكيمو بيقول كل ده برضه كان معروف، ففي عصابه روكاري مفهومش غير 3 بس الاقوياء، هو اللي طبعا من ضمنهم ساوز وكاكوتشي. ساوز بيكلم تاكيوم وبيقول له انا ما جبتش اقوى الناس من فراغ، فانت عارف يا تاكيوم انا جبتهم ليه. كمان تاكيوم بيكلم وكا وبيقول له ايه رايك يابا في اللي بيحصل ده؟ عايز تقاتل ولا ايه؟ ولكن سرعان ما وكا بيرد عليه وبيقول له لا انا مش عايز اقاتل، صدمه بكل المقاييس. وقت يا جماعه بيظهر من ورا كاكوتشي، حرفيا كاكوتشي بيتصدم بيقول انت جيت لي منين؟ عامه وكا ده قائد اعلى في عصابه برهمان، وده قائد فرقه الهجوم في التنانين السود، واسمه بالكامل وكاسا ايموشي. وكاسا بيقول لهم انا بذلت القليل من الجهد، فانا ما لقيتش اي فايده من الواد تاكيميتشي ده، علشان كده يلا بينا نمشي ونسيبه يا عم. تاكيميتشي متصدم من اللي بيحصل ده وبيشبه عصابه برهمان بالوحوش، دول بيظهروا واحد ورا الثاني. بينكي بيكلم وكا وبيقول له ما تعملش نفسك كاريزما يا عم قدام العصابه اللي جابلنا. رد عليه وقال انا مش بعمل نفسي كاريزما ولا حاجه، انا كل ما في الامر بتبع اوامر سينجو. طبعا عصابه روكاري تانداي حرفيا مصدومين، مش عارفين هم مين الاشخاص دول. يعني هو بيكلم تاكيميتشي وبيقول له خلي بالك دول اللي قدامك اساطير حيه، انهم السنه الافضل في جيل التنانين السود، ودول اكيد طبعا بينكو وكا يا جماعه. وده كمان بجانب زعيم الجيل الاول سيد الحرب تاكيومي ياكاشي، ودول هم مؤسسي جيل التنانين السود الاول، انهم الذين قادوا العصابه الاولى في اليابان. وعامه فدول طبعا ما يستهانش بيهم نهائي. تاكيميتشي بيقول له متاكد ان هم دول؟
بيقول لي ايوه يا عم، واللي بيقود الاساطير الحيه دي يكون هو شخص غامض. ايوه يا جماعه دي هي سينجي كوراجي. حرفيا العصابتين قاعدين بيرموا كلام على بعض. دراكن بيكلم ساوزي وبيقول له ايه رايك نكمل اللي احنا بدأناه سوا؟ ايه رايك ننهي هنا ودلوقتي؟ فمضى طويل منذ اخر مره اشتعل فيها محرك المعركه، فلتبدا الحفله. تاكيميتشي حرفيا بيتصدم اول ما بيشوف دراكن، الحماس عنده عالي كده. ده ممكن يا جماعه يبوظ كل الخطه اللي عند تاكيميتشي. تاكيميتشي للاسف مش عارف هو ايه اللي بيحصل ده. ظهرت عصابتي روكهار تنداي وعصابه برهمان، ودول عصابتين من الثلاثه العظام. والان دراكن ينضم الى الحفله. المهم يا جماعه والناس ماشيين على الطريق بيلاقوا ان في توقف في حركه المرور، وده طبعا نتيجه لان عصابه روكهار تنداي وعصابه برهمان بيتخانقوا في الطريق، فطبعا حركه المرور بتاعت العربيات متوقفه. فبيقرر واحد من السواقين يرن على الشرطه. المهم بنروح للعصابتين وحرفيا المعركه هتبدا. ساوزي بيكلم سينج وبيقول لها انا نويت ان انا اضم دراكن لعصابتي، وده كله طبعا عشان ادمركم نهائي، وعامه شكرا جزيلا للوقت اللي انتوا ضيعتوه، ويلا بينا بقى ننهي الامر. سينجي بترد على ساوزي وبتقول له انا ما يهمنيش اذا كنت انت هتضم دراكن ولا لا، فانا كل اللي يهمني حاليا هو ان اضم تاكيميتشي هاناغاكي، وده كله طبعا قبل ان تصل عصابه مانجي كانتو. اوبا بس ازاي سينجي عرفت المعلومات دي؟ معقوله تكون سينجي كمان زي تاكيميتشي؟ لسه برضه الاحداث غامضه ومش عارفين هو ايه اللي بيحصل ده. دراكن بيكلم العصابتين وبيقول لهم هو انتوا هتيجوا بمزاجكم وتكرروا بمزاجكم ولا ايه؟ فكل حاجه بايدي انا اللي هعمل اللي يعجبني، صح ولا ايه يا عم تاكيميتشي؟ فانت برضه معايا. تاكيميتشي بيرد على دراكن وبيقول له طبعا يا باشا انا والله معايا حد، اهم حاجه بس اطلع من المعركه دي سليم، حياته مهمه يا جدعان والله. ولكن السرعان ما بيفتكر مايكي لما قال له ساعدني، وبالفعل تاكيميتشي بيقطع وعد ان هو هيساعد مايكي. تاكيميتشي بيقول لهم انا مش مهتم بعصابه برهمان ولا حتى عصابه روكهاري، فانا جيت هنا عشان بس اهزم زعيم عصابه مانجي كانتو، وهو طبعا مانجيرو سانو. والله يا جماعه تاكيميتشي ده غلبان خالص، فاكر مايكي كان عباره عن مصاصه ياكلها وخلاص على كده، وده طبعا هو السبب اللي عاد الى الماضي من اجله. كاكوتشي بيكلم تاكيميتشي وبيقول له ها فهمتك، يعني انت رجعت ده كله بس عشان تهزم مايكي كين؟ عامه يا جدع فانا برضه زيك في الفريق، كل اللي انا عايز اعمله برضه ان اهزم مانجيرو سانو. حرفيا يا جماعه العصابتين مصدومين مش مصدقين الكلام اللي بيقولوه القاده دول. المهم ساوزي بيروح لتاكيميتشي وبيقول له انت مجنون ولا ايه؟ شخص زيك ضعيف عايز يهزم مانجيرو سانو؟ انت فاكر نفسك يا ابني من الثلاثه العظام ولا ايه؟ لسه خلاص ساوزي هيضرب تاكيميتشي، ولكن سرعان ما بيتدخل دراكن على الخط، وطبعا بيخش على ساوزي وبيقدر يسيبه اصابات خطيره. ايوه بقى دراكن كان فين الحلاوه الجمدان ده كله يا راجل؟ ده قدر بالفعل يضرب ساوزي بلكمه ويرجعه لورا 3 متر. حرفيا يا جماعه في نظر انا ممكن يكون دراكن الرابع من حيث القوه. هو ده كله طبعا بعد مايكي كين وساوزي وسينجو. ويلا بينا بقى نبدا الجوله الثانيه. ساوزي بيكلم دراكن وبيقول له انت اصلا تحمد ربنا انك عايش، وهوبا سرعان ما بتطب عليهم الشرطه، صدمه بكل المقاييس. ساوزي بيكلم دراكن وبيقول احنا هنكمل الشباطه بتاعتنا في وقت تاني، ولكن دراكن بيرد على ساوزي بيقول له انا اتخليت عن عصابتي القديمه اللي هي مانجي طوكيو، وده لا انضم ابدا لعصابه روكهاري تانداي. المهم قائد العصابه بيقول لهم يلا بينا نغادر قبل ما الحكومه تمسكنا. تاكيميتشي بيقول في باله هو ده يا عم دراكن اللي انا كنت اعرفه من زمان، فدائما وابدا سيظل قلبك معلق بتومان. تاكيمو بيروح لدراكن وبيعتذر ان هو ما اتكلمش ولا وقف في صف دراكن. هوبا هو ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ معقول يكون في كلام مخفي بين تاكيومو ودراكن؟ لسه برضه مش عارفين والاحداث غامضه. معقول يكون هما الاثنين عارفين بعضهم من الاول؟ المهم تاكيومو بيدي الاذن للعصابه بيقول لهم يلا بينا نغادر من هنا، ده خلاص يا عم الحكومه جربت تخش علينا. وبعدها سينجي بتقول هو ده تاكيميتشي، يعني هو ده الشخص الضعيف اللي احنا جايين عشانه. المهم دراكن بيكلم اينوبو وتاكيميتشي بيقول لهم يلا بينا احنا كمان هنغادر. اينوبو بيقول له تمام يا عم دراكن. وبعدها دراكن بياخد تاكيميتشي معاه على الدراجه الناريه وبيمشوا، وطبعا اللي بيسوق الدراجه المره دي دراكن. بيكلم تاكيميتشي بيقول له اسكت يا عم انت مش هتسوق تاني، انت كل مره هتسوق فيها الدراجه حرفيا هتجيب لنا مصيبه. طبعا تاكيميتشي بيضحك وبيهزر معاه وبيقول انا سعيد انك انت لسه على طبيعتك يا دراكن. دراكن كمان بيقول انا سعيد كمان انك انت ما اتغيرتش. وبعدها دراكن بيقول لتاكيميتشي انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. تاكيميتشي بيقول له قول يابا اشجيني كمان وكمان. دراكن بيقول انا عضو في عصابه برهمان، صدمه بكل المقاييس. هو انا بقول برضه يا جماعه هو تاكيوم يعرف دراكن ازاي؟ ودي فعلا اخبار صادمه. ده دراكن يا جماعه المخلص لتومان انضم لعصابه برهمان، بس هو ايه اللي بيحصل ده؟ معقول يكون دراكن عميل من الزواج او جاسوس يعني بمعنى الكلمه؟ المهم بينتهي القتال ما بين عصابه روكهاري تانداي وعصابه برهمان، وده كله طبعا على نحو مفاجئ بعد ظهور الشرطه. وبعدها حديث غير متوقع مع دراكن. ايوه يا جماعه ده هو انضمامه لعصابه برهمان. المهم كلهم بيروحوا البيت وبياخدوا شاور وبيظبطوا على نفسهم. انه بيدي واحده شويبس لتاكيميتشي. يا هي حظكم يا جدعان، طب حد يجيب لي واحده معاه. تاكيميتشي بيكلم اينوبو وبيقول له انا بحمد ربنا ان النهارده عدى على خير، ده الامر كان هيكون فوضى للغايه. اينوبو بيقول له فعلا كلامك عنده حق. وبعدها تاكيميتشي بيبص حواليه مش بيلاقي
هناك دراكن. فبيقول لانوبو هو فين دراكن يا عم؟ قال له ده طلع بره مع فرد من عصابه برهمان. تاكيميتشي بيبص عليه كده وحرفيا بيتصدم، بيقول هو ازاي طلع بره مع عصابه برهمان؟ اروح اطلع يا عم اشوفه بسرعه لا يكون في حاجه. انوبو بيقول له روح يا عم بسرعه، فانا كمان قلقان على دراكن. تاكيميتشي بيقول انت قلقان ليه؟ قال له لان عصابه برهمان ليست عصابه دراجين عاديه، بل انهم اقرب لعصابه ياكوزا وبيقودهم ناس اقوياء جدا، وده بجانب ان توجد الكثير من الشائعات السيئه عنهم. علشان كده توخى الحذر يا تاكيميتشي. تاكيميتشي بيقول له تمام يابا، المهم سلام انت. وبيطلع بره بيلاقي دراكن ماسك في تاكيومي. هو ايه اللي بيحصل بس يا جماعه؟ دراكن بيكلم تاكيومي وبيقول له انا مش هسامحك ابدا لو انت جريت تاكيميتشي للفوضى دي، انا مش عايز اورط عصابه تومان السابقين في هذا. تاكيميتشي بيخش عليهم على الخط وبيقول لهم هو ايه اللي بيحصل هنا؟ وعامه بالراحه يا عم دراكن، سيب الراجل في حاله. دراكن بيقول له طيب يا عم تمام عشان خاطرك انت بس المره دي. تاكيميتشي بيقول له شكرا يا عم، بس انتوا بتتشبطوا ليه اصلا؟ ممكن من فضلكم تشرحوا لي الامر؟ المهم تاكيميتشي بيبص وراه بيلاقي زعيمه عصابه برهمان سينجي وكاوراجي. سينجي بيقول ان عصابه برهمان تريد هزيمه عصابه مانجي كانتو، وده طبعا العصابه اللي بيقودها مايكي كين الذي يريد تاكيميتشي الانتقام منه، وعلى ذلك قررنا نحن التعاون لامتلاكنا اهداف متشابهه. ايوه يا جماعه، سينجي بتمد يد العون لتاكيميتشي، وبعدها تاكيمو بيكلم تاكيميتشي وبيقول له انا حبيت الطموح بتاعك في انك انت عايز تتخلص من عصابه مانجي طوكيو، فايه رايك نخلي الطموح بتاعك ده حقيقي، وانا هساعدك في انك انت تتغلب على مايكي كين، بل وكمان ممكن اغير لك حقبه الجانحين، وده طبعا هيكون قريب من طبع مايكي. ولكن عصابه مانجي كانتو ليس هذا نهجها، فهم اصلا مش طموحهم دي، وعلى ما يبدو ان مايكي كين هو شخص فاسد، ونحن هنا لهزيمه اولئك الفاسدين. هذه هي غايه وهدف عصابه برهمان. سينجي بتكلم تاكيميتشي وبتقول له احنا عصابتنا كبيره وعامه هنكون مبسوطين جدا لو انت انضميت لينا، وده كله طبعا عشان نهزم مانجيرو سانو سوا، ولو كان هو ده الطموح بتاعك فمن فضلك انضم لعصابه برهمان. فانضمامك لعصابه برهمان هو محل ترحيب. تاكيميتشي بيفكر وبيقول معقول يكون في طريقه ثانيه غير دي عشان اهزم مايكي كين؟ دراكن بيرد على سينجي وبيقول له مستحيل، تاكيميتشي مش هينضم لينا. ولكن سرعان ما تاكيميتشي بياخد القرار بالفعل وبيقول ان دي فعلا اسرع طريقه عشان انا اقدر اوصل لهدفي. كمان دراكن بيكلم تاكيومي وسينجي وبيقول لهم لو انتم مصرين انكم تورطوا تاكيميتشي في المعركه دي فمن هنا ورايح انا هكون العدو بتاعكم. سينجي بترد على دراكن وبتقول له انت عاوزنا نتقاتل هنا يعني ولا ايه؟ المهم تاكيميتشي بيهدي الموقف ما بينهم وبيكلم دراكن وبيقول له عامه فعلا القرار اللي هاخده مش هيغير حاجه، ولذلك انا سانضم لعصابه برهمان صدمه بكل المقاييس. وبعدها تاكيمو بيكلم دراكن وبيقول له انا عارف انك انت خايف على تاكيميتشي، بس كمان لازم تعرف ان هو اهدافه متشابهه، فانت عارف ان عصابه برهمان عايز توقف عصابه مانجي كانتو. دراكن بيقول لهم مستحيل نحارب مايكي كين. تاكيمو بيقول ليه مستحيل يا عمي، انا عايزكم معايا، فانت اكتر اتنين مايكي كين بيثق فيكم. دراكن بيرد عليه وبيقول لي لا، لو احنا قتلنا مايكي كين فهذا القتال لن يكون في صالح احد، فده في النهايه مفيش حد هيستفاد منه. يا ريت طبعا كلكم تفهموا حاجه زي دي. عامه دراكن بيكلم تاكيميتشي وبيقول الاختيار ليك، فلو انت فعلا عايز تنضم لعصابه برهمان فما فيش اي مشكله. وكمان يا تاكيميتشي لازم تعرف ان احنا ما تعاوناش مع عصابه برهمان عشان اهدافنا متناسقه، احنا تعاوننا لاجل هدف اخر. وفي النهايه طبعا بيسلم على تاكيميتشي وبيقول له مرحبا بك في عصابه برهمان. وبالفعل رسميا دراكن وتاكيميتشي بينضموا لعصابه برهمان، وتاكيميتشي بيتوعد ان هو هيستعيد مايكي كين. دراكن بيقول له طيب يا عم، فطالما انت مصر بالطريقه دي فانا طبعا هكون معاك في الحلم بتاعك. المهم سينجي بتدي لتاكيميتشي المظله اللي كانت ماسكاها، وده طبعا كنوع من انواع الترحيب في عصابه برهمان. ولكن لا يا جماعه، ده مش نوع من انواع الترحيب، ده سينجي عايز تعتبر تاكيميتشي الشخص اللي هيشيل لها كل الحاجات بتاعتها، تقدر تقول ان هيكون عندها زي العبد. وبعدها سينجي بتهزر مع تاكيميتشي وبتقول له انا هستناك بكره عند مكان هاروغوكو الساعه 3 العصر. وبالفعل سينجي قدر تثير اهتمام تاكيميتشي، وتاكيمو بيكلم تاكيميتشي وبيقول له استعد يا بطل. وبالفعل بنروح لليوم التالي وتحديدا الساعه 3 العصر في هاروغوكو. بينتظر نص ساعه يستنى سينجي ولكنها للاسف لسه ما جاتش، فبيقرر طبعا ان هو يروح على البيت. ولكن سينجي بتيجي من وراه بتقول له اسف ان انا اتاخرت. تاكيميتشي بيقول لها انت مين يا ست انت؟ انا ما اعرفكيش اصلا عشان تقولي كده، هو احنا اتقابلنا قبل كده طيب ولا ايه؟